البنت دي بتكون مش لابسه حاجه وبتقول لواحد لو سمحت هات الجاكيت بتاعك وغطيني، وفعلا بيقلع الجاكيت وبيديه للبنت فورا وبتقول له لف وشك عشان البسه، واول ما بيلف وشه بيطلع ان البنت كانت لابسه وبتضحك بس عليه وبتقول له لف وشك. اول ما بيلف وشه بيستغرب انها كانت لابسه هدوم، فبيجي الشاكر الحرامي وبيقول له هات الفلوس حق الفرجه، وبيقول له لا هي اللي طلبت منه المساعده، وبيرفع عليه السلاح وبيقول له لو ما طلعتش الفلوس هعورك. والبنت وهي بتفتش في الجاكيت بتاعه على اي فلوس بتلاقي ان ده ظابط وبتقول له ده ظابط، فبيخاف وبيطلع يجري، والبنت وهي بتجري الظابط بيمسكها، والبنت بتقول له النبي انا مش عايزه اتحبس، وبيقول لها يبقى توريني مكان اهلك، والبنت بتسمع كلامه وبتوديه عند ابوها، وبيقول لابوها بنتك بتقلع في الشارع عشان تثبت الناس وتسرقهم، وبيستغرب وبيقول لها انت بجد بتعملي كده، وظابط بيستغرب عشان هو ما استغربش قوي، وابو البنت بيقول له شكرا وبيروح يقفل الباب، بس الظابط بيوقفه وبقول له انا عايز اشتري قهوه، وبقول له لا القهوه خلصانه، وبقول له طب عايز اشرب ميه، وبقول له ماشي. اول ما بيدخل بيجي الراجل الحرامي اللي كان مع البنت وهرب، وبيعرف انهم شغالين مع بعض، فالحرامي بيضربه في وشه، وبعد شويه لما بيصحى بيلاقي ان هو مربوط، والبنت بتدخل بتقول لو فكيتك هتمشي، وبقول لها وانت كمان لازم تمشي معايا، انت اللي جابرك تعملي كده، وبتقول له عشان دول اهلي. انتظروا الجزء الثاني.